تؤجل الأمور كلها إلى المرحلة القادمة والدور القادم. تعادل الفريقين يعني بأننا أمام انتظار الجولة الأخيرة. كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة جدا، كرة جميلة جاءت عن طريق مهدي عبد الجبار، سجل أول أهداف الأحمر البحريني في مباراة الأخضر الماضية وفتح الطريق لتحقيق الانتصار. مهدي عبد الجبار يسجل في المباراة الماضية ويضيع أول المحاولات. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللمسة لمهدي وتسديدة مهدي علت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى عند جلال حسن لاعب نادي الزوراء وحارس مرمى المنتخب العراقي وقائد المنتخب العراقي من خلال منافسات هذه البطولة، وأكبر لاعب مع أحمد ياسين موجود في أرضية الميدان، لكنه أكثر خبرة من بقية اللاعبين الحاضرين على مستوى تشكيلة المنتخب العراقي هنا في مباراة اليوم. كرة فيها محاولة عراقية الآن، عودة إلى روبن سلاقة، لمسة تصل إلى زيد تحسين، أمامية من زيد طالت على الجميع، وصلت إلى إبراهيم لطف الله اللي يسيطر على كرته بالطريقة المطلوبة، يبدأ من خلالها محاولة جديدة عن طريق القائد الحيام، بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى رمية تماس. هذا أيمن حسين هداف المنتخب العراقي، واحد أبرز المهاجمين اللي موجودين حاليا على مستوى منافسات هذه البطولة. نذكر بأن صدارة الهدافين للاعب المنتخب العماني عصام الصبحي لرصيد 3 أهداف سجلها، وهي الرصيد الكامل للمنتخب العماني في منافسات هذه البطولة، أي أنه سجل 100% من أهداف منتخب عمان في منافسات بطولة كأس الخليج. بعد مباراتين يأتي اللاعب عصام الصبحي ليكون حاضرا في صدارة هدافين هذه البطولة برصيد 10 أهداف. لكن عندنا في أرضية الميدان مجموعة من الأسماء القادرة على المنافسة، أيمن أولهم بكل تأكيد. عندنا في الجانب المقابل محمد مرهون، وعندنا مهدي عبد الجبار، وعندنا الحميدان، كلهم حاضرين على مستوى تشكيلة منتخب البحرين. ننتظر ما ستسفر عنا قادم لحظات هذه المواجهة. كرة بمحاولة أمامية ملعوبة الآن وابعدت في التوقيت المناسب من الحيام، أو هذا أمين بن عدي لاعب نادي المحرق، الرجل صاحب 31 سنة، مدافع المنتخب البحريني، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة عراقية وكرة ملعوبة عند حارس المرمى إبراهيم لطف الله، سيطر عليها لطف الله بالصورة والطريقة المطلوبة. الأسود حلو يا لطف الله، بين الجسم بطريقة أفضل مما كانت عليه في المباراة الماضية، لأن الكثير يتحدث عن الوزن الزائد لإبراهيم لطف الله، لكن إبراهيم يقدم أداء كبير جدا، وهذا الأمر يجعله أساسيا مع المدرب دراغان تالايتش، وشاهدناه في مباريات تصفيات كأس العالم، وشاهدناه في المباراة الماضية أيضا أمام المنتخب السعودي. لكن اليوم باللون الأسود في هذا اللقاء حارس مرمى المنتخب البحريني وحارس مرمى النادي الأهلي إبراهيم لطف الله هنا في هذه المواجهة، ومن خلال أحداث هذا اللقاء يتصدى للمحاولة الماضية من اللاعب زيد تحسين لاعب المنتخب العراقي والرجل الحاضر أو عن طريق أحمد ياسين. الكرة كانت عن طريق أحمد ياسين المتواجد في أوريبرو في الدوري السويدي والحاضر من خلال أحداث هذا اللقاء. تعود عراقية مرة أخرى، كرة تصل إلى زيد تحسين الآن، عودة بالخطأ، لكن روبن سلاقة يتدخل يبعد الكرة، لازالت المحاولة مستمرة بحرينية عن طريق علي مدني يحاول المرور على مشاري في منطقة الجزاء لمصلحة الحضر البحريني، عرضية داخل المنطقة، تغطية راسية وإبعاد في التوقيت المناسب، والتدخل يأتي في الكرة الماضية لكن تعود عن طريق كوميل الأسود. كرة لمصلحة المنتخب البحريني الآن، ملعوبة في الجهات اليسرى، يا سلام، مرور بشكل مثالي الآن، لا زالت قائمة، تغطية وإبعاد الكرة والمحاولات الماضية، البحث عن التحول، البحث عن الانتقال من الحالة الدفاعية إلى المناطق الأمامية بالنسبة للمنتخب البحريني. البحرين على مستوى السيطرة والاستحواذ، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس للمنتخب العراقي. هذا عبد الله الإخلاصي
لاعب نادي سترة صاحب 23 سنة وأصغر لاعب يتواجد في تشكيلة المنتخب البحريني حاضرا من خلال أحداث هذا اللقاء، بينما أصغر لاعب في المباراة هو علي جاسم. علي جاسم لاعب نادي كومو في الكالتشيو هنالك في الدوري الإيطالي تحت قيادة سيسك فابريغاس، بالرغم من أن كومو يبدو بأنه أنهى خدمات اللاعب الإسباني السابق والمدرب الحالي سيسك فابريغاس في الأيام القليلة الماضية، لكن يلعب في الدوري الإيطالي. حاضر في مباراة اليوم علي جاسم أصغر لاعب في هذا اللقاء، 20 سنة لعلي جاسم، واحد من أصغر اللاعبين على مستوى هذه البطولة، واحد أهم الأسماء التي يعتمد عليها المنتخب العراقي على مستوى المنافسة مع المدرب خيسوس كاساس. كرة لمصلحة المنتخب البحريني الآن، يصل عن طريق اللاعب أمين بن عدي. بن عدي يلعبها إلى وليد الحيام. الحيام يعيد المحاولة في منتصف ملعب المباراة، تمريرات ما بين لاعبين المنتخب البحريني، عودة من أسود الرافدين من أجل التغطية والاعتماد على الكرات المرتدة، ضغط من الدقائق الأولى، ربع ساعة أولى على بداية أحداث هذه المواجهة. لقاء وحيد تاريخيا في دورات الخليج انتهى بنتيجة التعادل السلبي ما بين المنتخبين، كان ذلك في عام 1986 البطولة التي أقيمت في البحرين. كرة بمحاولة ومرتدة سريعة لمصلحة المنتخب العراقي، تصل عن طريق اللاعب علي جاسم. علي الآن بالجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع، لا زالت مستمرة وقائمة. مصطفى سعدون يلعب الكرة، سعدون الآن، لكن أيضا لا وجود فيها للتغطية والمتابعة العراقية، وابعدت في التوقيت المناسب، وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة منتخب العراق. خطأ لأحمد ماكنزي ساقطا في أرضية الميدان. لاعب الحاضر أمامنا الآن لاعب المنتخب العراقي أحمد حسن الديشاوي. أحمد حسن الديشاوي. أحمد ماكنزي لاعب نادي النجف ساقطا في أرضية الملعب في الكرة والمحاولات الماضية. حكم المباراة يعلن عن الخطأ ويشر البطاقة الصفراء الأولى هنا في هذه المواجهة، هنا في هذا اللقاء. شوف الكرة، شوف المحاولة في الكرة الماضية، والتدخل يأتي لمصلحة المنتخب العراقي بوجود الخطأ. هذه الكرة العرضية الماضية التي مرت من أمام الجميع، والمحاولة البحرينية أو العراقية التي جاء من خلالها الخطأ على اللاعب علي مدن. شوف التدخل من علي مدن على اللاعب أحمد ماكنزي، وخطأ حكم المباراة يعلن من خلاله عن وجود البطاقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء، والإنذار الأول الذي يأتي على لاعب المنتخب البحريني علي مدن، واحد أهم الأسماء الحاضرة على مستوى تشكيلة المدرب خيسوس كاساس. هذا إبراهيم لطف الله يوجه اللاعبين في الحائط البشري، بينما يستعد علي جاسم لتنفيذ الكرة والمحاولات القادمة. إبراهيم بايش رجل سجل في لقاءات الفريقين قبل ذلك في مواجهة التعادل 2-2 هنالك في نصف النهائي في خليج 24. يستعد لاستقبال الكرة والمحاولات القادمة لمصلحة منتخب العراق، على تنفيذها علي جاسم. علي هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة الآن لمصلحة المنتخب العراقي. يعود لاعبو المنتخب البحريني جميعا. هذا ريبن سولاقة يتقدم لاستقبال الكرة والمحاولات القادمة عراقية عن طريق علي جاسم، ملعوبة لكن أيضا تصدي دفاعي وإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى. هذا ريبن سولاقة لاعب المنتخب ولاعب القوة الجوية، صاحب 16 مباراة دولية، عنده هدف أيضا بقميص منتخب العراق. الرجل الذي يتقدم للكرة والمحاولة الربن غريب غطفان أو ربن غريب عظمات سولاقة لاعب المنتخب العراقي في خط الدفاع. يتقدم الآن حكم المباراة يتحدث ويوجه لاعبين الفريقين. الشمسان من أجل الإبعاد، ريبن من أجل أول الضربات في هذا اللقاء. نحن معكم في أول الأهداف، ننتظر محاولة عن طريق ماكنزي، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي من أيمن حسين لكن مرت من أمام الجميع، مرت من أمام الجميع ومرت من أمام زيد تحسين، لتعود من جديد لمصلحة المنتخب العراقي. الاعتماد بشكل كبير جدا على الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء لاستغلال قوة اللاعب أيمن في هذا الجانب. كرة بمحاولة مرور علي جاسم، علي جاسم يهيئ كرة لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد
عادت من جديد لمصلحة المنتخب العراقي. أحمد ماكنزي يلعبها إلى زيدان إقبال، ضم مؤخرا إلى بعثة المنتخب العراقي قادما من هولندا وبالتحديد من نادي أوتريخت في الدوري الهولندي. اللاعب زيدان إقبال الرجل صاحب ال21 سنة، لاعب المنتخب العراقي أساسيا أيضا من خلال أحداث هذا اللقاء هنا في مباراة اليوم بعد تجربة كانت حاضرة في البريمير ليج مع مانشستر يونايتد، التوجه إلى الإيرديفيسي مع فريقه فريق نادي أوتريخت هنالك في كرة القدم الهولندية. هذا زيدان إقبال بالفانيلا رقم 11 مع المنتخب العراقي، يلعب كرة في الجهات اليسرى الآن، تصل إلى أحمد ماكنزي، أمامية من ماكنزي، محاولة الوصول إلى من؟ إلى علي جاسم، لكن تغطية دفاعية من بن عدي، محاولة وإبعاد تصل عن طريق القائد السيد ضياء، لمسة في الجهات اليمنى بأقدام اللاعب الحاضر أمامنا محمد مرهون، محاولة وانطلاقة في منتصف ملعب المباراة. حكم المباراة يعطي استمرارية اللعب، هل الحكم المساعد الأول يبحث عن الخطأ في اللقطة الماضية؟ إتاحة اللعب تأتي ومواصلة المشوار، تحولت الكرة في الجانب المقابل عن طريق محمد سعدون أو مصطفى سعدون، محمد الإعلامي الحاضر الرائع جدا عبر قنوات بي إن سبورتس، هذا مصطفى سعدون يلعبها إلى خارج أرضية الملعب. الآن ربما العودة لاحتساب الخطأ أو عفوا إشهار البطاقة الصفراء، إذا ما كان هنالك تدخل يستحق البطاقة الصفراء. يرى ذلك حكم المباراة المساعد الأول من خلال هذه الكرة على زيد تحسين اللي قبلها على زيد تحسين، هنالك خطأ أمر من خلاله خليل أومت ميلر حكم المباراة باستمرارية اللعب، أعطى مبدأ إتاحة الفرصة ثم عاد بعد ذلك لإشهار البطاقة الصفراء على اللاعب زيد تحسين. انذار يأتي على زيد تحسين وانذار في الجانب المقابل على اللاعب علي مدن، والأمور لا زالت بالتعادل على مستوى الإنذارات، تعادل على مستوى النتيجة، تعادل أعتقد حتى هذه اللحظة على مستوى الفرص والسيطرة والاستحواذ على أجواء هذا اللقاء، بانتظار أول الأهداف في اللحظات القادمة بحول الله من هذه المواجهة. كرة عن طريق زيد تحسين، محاولة لمصلحة المنتخب العراقي، وصلت إلى زيدان إقبال، البحث عن المقدمة أمامية ملعوبة، تغطية دفاعية، إبعاد إلى خارج أرضية الملعب، تدخل من علي مدن، أبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى رمية تماس. هذا السيد ضياء لاعب المنتخب البحريني ولاعب نادي الخالدية في الدوري البحريني، وبالمناسبة دراغان تالايتش مدرب المنتخب البحريني سبق وأن درب نادي الخالدية بالإضافة إلى عديد الأندية على مستوى كرة القدم الخليجية، يتذكره الاتحاديون جيدا. كرة بمحاولة لمصلحة المنتخب البحريني، تسديدة من عبد الجبار، مهدي عبد الجبار يسدد، لكن الكرة اصطدمت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية لمنتخب البحرين على يمين حارس المرمى جلال حسن. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذا الاستلام من مهدي عبد الجبار، وبعد ذلك التدخل من ريبن سولاقة، اصطدمت فيه الكرة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى جلال حسن. محاولة لمصلحة نادي المنتخب البحريني، كرة من ركلة ركنية على يمين حارس المرمى، فرصة بحث أخرى عن هدف وأول أهداف في هذا اللقاء. كرة تلعب الآن لمصلحة البحرين داخل منطقة الجزاء، وابعدت في التوقيت المناسب، عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة من الجهة اليسرى. الآن المحاولة بحرينية، والكرة بعد ذلك فيها تغطية وإبعاد مرتدة لمصلحة المنتخب العراقي، تحولت بشكل سريع في منتصف ملعب المباراة. علي جاسم يبحث عن المرور والتقدم، يتأخر في تنفيذ الكرة، يعود لاعبو المنتخب البحريني في التوقيت المناسب، تبعد الكرة والمحاولة الماضية واللقطة من جديد لمصلحة المنتخب البحريني عن طريق كوميل الأسود. كوميل إلى علي مدن، عدي إلى كوميل من جديد، علي مدن لاعب إمكانياته رائعة جدا، حضوره جميل جدا، يلعب كرة أمامية طالت على الجميع، وصلت عند حارس المرمى جلال حسن، سيطر عليها حارس مرمى نادي الزوراء الحكم التركي خليل أومت ميلر، الرجل الذي يشارك في منافسات بطولة كأس الخليج للمرة الأولى،
الرجل الذي يدير أول مبارياته على مستوى منافسات هذه البطولة، وكما ذكرت أحد أبرز حكام القارة، يعلم تماما كل الأحاديث التي دارت قبل بداية هذه المواجهة على المستوى التحكيمي اللي ظهر من خلال حكام هذه البطولة، لذلك يبحث عن الخروج بمباراة بأخطاء أقل. أفضل الحكام أقلهم أخطاء. نعم، أفضل الحكام أقلهم أخطاء. مش ما في حكم لا يخطئ، ما في حكم. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لطف الله في التوقيت المناسب، لطف الله في المكان المميز جدا. إبراهيم في الكرات العرضية، مميز جدا إبراهيم في الكرات العالية داخل منطقة الجزاء. خروجه أيضا بتوقيت رائع يعطيه أفضلية دائما للوصول إلى الكرة قبل بقية المنافسين. لذلك كما ذكرت بالرغم من كل ما يقال إلا أن إبراهيم لازال يحافظ على حضوره من خلال أحداث هذا اللقاء وهنا في هذه المواجهة، بينما يجلس محمد خضر أو عفوا السيد محمد عباس وعمار محمد على مقاعد البدلاء من خلال أحداث هذا اللقاء كحراس احتياطيين للمنتخب البحريني. حراس الاحتياطيين الاثنين السيد محمد عباس وعمار محمد في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، بالرغم من وجود أيضا السيد محمد جعفر على مستوى المنتخب البحريني وحضوره أكثر لاعب تاريخيا ارتدى قميص البحرين. كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة من علي مدن لكن أيضا تغطية دفاعية وإبعاد في التوقيت المناسب. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، ماكنزي يتدخل يبعد الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان. هذه الكرة اللي كان فيها التدخل من إبراهيم لطف الله من أمام إبراهيم بايش في كرة أبعدها لطف الله من أمام المرمى. حضور جماهيري رائع في هذا اللقاء هنا في هذه المواجهة، ومن خلال الأسماء الحاضرة في أرضية الميدان تتأمل الجماهير حضور المتعة والأهداف. مرت 25 دقيقة ولا زال التعادل السلبي ما بين المنتخبين في هذه المواجهة. كرة بمحاولة ملعوبة من المرهون داخل منطقة الجزاء، والتدخل يأتي من جلال حسن أو مهدي الحميدان هو اللي نفذ الكرة والمحاولة الماضية، وجلال حسن في التوقيت المناسب يتدخل ويبعد الكرة والمحاولة يبدأ من خلالها محاولة لمصلحة منتخب العراق عن طريق اللاعب زيدان إقبال. زيدان في الجهة اليسرى، عادت إليه المحاولة من جديد، يبحث عن المساندة، يجد اللاعب زيد تحسين، زيد يعيدها إلى الربن سلاقة، سلاقة يتقدم إلى دائرة المنتصف، لمسة تصل عن طريق اللاعب زيدان إقبال، محاولة في الجهة اليسرى بأقدام ماكنزي، محاولة تعود من جديد إلى زيدان إقبال. زيدان يبحث عن التقدم، المنتخب البحريني يعود من أجل الدفاع، يعلم بأن التعادل يضع بنسبة كبيرة في المباراة القادمة أمام المنتخب اليمني باللعب على عدة احتمالات من أجل التأهل والوصول إلى الدور الثاني، ويدرك أيضا قيمة الخروج بنقطة من هذا اللقاء، لكن دائما الفريقين يبحثون عن الانتصار وتحقيق نقاط المباراة الثلاث. الانتصار للبحرين يعني رسميا التأهل إلى الدور القادم، ويعني رسميا انتهاء كل أمل للمنتخب اليمني. ليش اليمن لها أمل بالتأهل رقميا؟ نعم، لا زالت حظوظ المنتخب اليمني حاضرة في هذه البطولة بشرط أن تفوز العراق اليوم أمام البحرين وتفوز في المباراة القادمة أمام المنتخب السعودي، وينجح المنتخب اليمني من تحقيق الانتصار على المنتخب البحريني في الجولة الأخيرة. هكذا الحظوظ لا زالت قائمة للمنتخب اليمني. رقميا لم تفقد اليمن تأهلها أو فرصة تواجدها في الدور القادم، ولم تفقد بعد فرصة تحقيق الانتصار الأول في بطولة كأس الخليج منذ أن بدأت للمرة الأولى هنا في الكويت في خليج 16، واليوم تعود من جديد للمشاركة على مستوى هذه البطولة في خليج زين 26. تفقد الأمل حظوظها إذا فازت البحرين في مباراة اليوم على حساب منتخب العراق، لأن البحرين ستضمن التأهل وتضمن صدارة المجموعة، والمباراة الأخيرة ما بين السعودية والعراق هي من تحدد الطرف الثاني
المتأهل مع الأحمر البحريني. كلها حسابات لا زالت حاضرة في أرضية الميدان وإمكانيات موجودة. تفقد اليمن حظوظها أيضا في حال انتهاء هذه المواجهة بنتيجة التعادل ما بين المنتخبين، وبالتالي لن تستطيع اليمن بعد ذلك الوصول إلى الدور الثاني، وتبقى الاحتمالات كلها واردة في المجموعة الأولى التي تحتمل السيناريوهات الأكبر من خلال منافسات هذه البطولة بانتظار الجولة القادمة. غدا يوم راحة لكل المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج، وبعد غد الجمعة بحول الله تنطلق مباريات الجولة الثالثة في نفس التوقيت، مباريات المجموعة الأولى، ويوم السبت مباريات المجموعة الثانية، ونحدد معكم الأندية أو المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف النهائي يوم 31 من هذا الشهر. كرة بمحاولة بحرينية الآن، راسية أبعدت من أحمد ماكنزي، عادت من جديد لمصلحة المنتخب العراقي، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، راية قبل ذلك موجودة، والتسلل يبدو على لاعب المنتخب العراقي أحمد ياسين، وقرار من الحكم المساعد الثاني بوجود ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة المنتخب العراقي أو لمصلحة البحرين. خليجي زين بكامل مواصفاته حتى هذه اللحظة، ونتمنى أن يستمر كذلك، وليس لدينا أدنى شك في مواصلة الحضور. كرة بمحاولة بحرينية داخل منطقة الجزاء، تسديدة موجودة وإلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى كما يشير خليل أوموت ميلر حكم المباراة التركي، بينما يطالب لاعبو المنتخب البحريني بوجود ركلة جزاء. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه اللقطة، هذه الراسية وصلت من مهدي الحميدان إلى اللاعب الآخر الحاضر أمامنا الآن، والحديث عن محمد المرهون. وهذا التدخل لا وجود فيه أعتقد من وجهة نظر شخصية إلى أي خطأ، وبالتالي قرار حكم المباراة باستمرارية اللعب وبوجود ركلة مرمى قرارا سليما في الكرة والمحاولة الماضية. هذا مرهون، محمد مرهون لاعب سجل أيضا في لقاءات الفريقين في المباراة التي انتهت 2-2 هنالك في استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل ما بين المنتخب العراقي والمنتخب البحريني في نصف نهائي بطولة خليج 24 التي أقيمت في قطر، وذهبت المواجهة إلى ركلات الترجيح. نعود بالذاكرة قديما إلى أيام حضرت فيها المواجهات الأولى رسميا ما بين المنتخبين في بطولة كأس العرب في عام 1966، يعني تقريبا من 58 سنة. أول مباراة رسمية جمعت ما بين الفريقين كانت في بطولة كأس العرب، وانتهت يومها بأكبر نتيجة في تاريخ لقاءات الفريقين لمصلحة العراق ب10 أهداف. بينما أول مواجهة في بطولات كأس الخليج كانت في قطر عام 1976 في أول مشاركة لمنتخب العراق. كان ذلك اللقاء انتهى برباعية عراقية مقابل هدف، علي كاظم وكاظم وعل وصباح عبد الجليل وفلاح حسن هم من سجلوا لمصلحة العراق، بينما إبراهيم الزويد كان خلف هدف البحرين الوحيد من علامة الجزاء. أول انتصار بحريني كان